عقلنا كسلي، يعني لما بنفكر نقوم نعمل حاجة دماغنا مش بتفكر فيها كده، دماغنا بتقسمها لخطوات، بيشوف هو هيعمل كام خطوة لحد ما نعمل الحاجة دي. يعني مثلا أنا علشان أصلي بقول أنا هقوم أصلي وخلاص، عقلي ما بيفكرش فيها كده، بيفكر فيها إن هصلي دي يعني هقوم أتوضى، هقوم أتوضى يعني لو أنا لابسة حاجة بكم مقفول أو كم طويل لسه هقلع التيشيرت اللي أنا لابساه عشان خاطر أعرف أتوضى، وبعدها لو أنا بنت هقوم أدور على الإسدال اللي هصلي بيه، ولو ولد هدور على البنطلون أصلي بيه لو أنا لابس شورت، وبعدين أدور على مكان نضيف أصلي فيه، وبعدين أدور على السجادة اللي هاخدها علشان أصلي عليها. خطوات كتير قوي عقلك اصلا بينهج مع بال ما يفكر فيها، فانت اضحك على عقلك وقلل الخطوات شويه. يعني لو احنا الفتره دي متعودين ان احنا نقعد بكم مقفول علشان السقعه والبرد، روح الترزي يركب لك سوسته للكم بتاع الهدوم بتاعتك، بحيث ان انت وقت الوضوء تفتحي السوسته تتوضي تقفليها، الموضوع يبقى سهل، مش مضطره ان انت تقلعي وتلبسي مره تانية. وخلي مكان كده في البيت للصلاة، السجادة موجودة ومفروشة وجاهزة، والمكان ده على طول نظيف ومتوضب، وجنب المصلية في الإسدال أو البنطلون بتاعك، بحيث ان انت أول ما تقرر ان انت عايز تقوم تصلي الموضوع يبقى سهل، هتقوم تتوضى تخرج على المكان اللي جاهز على طول وتبدأ صلاة.